السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شيوات مغربية. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كنشكر كاع الناس اللي كيشجعوني كيخليو لي التعاليق زوينه. الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي فضلا وليس امرا ديري لي ابوني ولايك وشاركي الوصفات ديالي مع العائله ديالك. بسم الله على بركه الله. اليوم غنحضر معكم السفوف بالطريقه ديالي. هاد السفوف غنحتاجو ليه 3 سلايف، 2 لافات ديال القمح بالنخاله ديالهم، و2 لافات ديال النخاله حمرتهم وغنطحنهم. عندنا نص كيلو ديال الججلان محمر، عندنا نص كيلو ديال اللوز حمرناه في الفران القشره ديالو باش ما يتحمرش لنا بزاف، باش ما يجيش داك المذاق ديالو من الداخل فيه بحال الحرقيه. عندنا 2 معالق كبار ديال حبه حلاوه، عندنا 2 معالق كبار ديال النافع، نحتاجو شويه العسل، عندنا حبه ديال الكوزه، غادي نحتاج واحد المعلقه ديال القرفه نطحنوها، عندنا نص رابعه ديال الزبده ديال العبار. دابا غنطحنو هاد النخاله هي الاولى، النخاله محمره ديال القمح غنطحنها مزيان. الطحانه هي الاولى، نطحنها تسودي بحال هكا هاد النخاله. عاد انا نطحن حتى هاد الطحين ديال القمح حتى على حساب ديك النخاله ما تبقاش حرشه. دابا ملي طحنت هاد النخاله هي وهاد القمح، هاد الطحين ديال القمح غنخلطهم، وغنطحن هاد النافع وحبه حلاوه كيطحنوا مزيان باش ما كيبقاوش ديك النخاله فيه محرشه. غنطحن هاد حبه حلاوه الاولى، هذا النافع تاعو، دابا هاد القرفه اللي طحنتها نعمر منها معلقه وحده كبيره، ندير معلقه صافي. هاد الكوزه غنهرسها شويه ونطحنها حتى هي. دابا هي هرستها ونطحنها حتى الطحانه، ما غاداش نحكها. هاد الكوزه ملي طحنتها حتى هي غنديرها حتى هي مع هاد الخليط ديال الطحين. بحال هكا الطحانه ديال القهوه دغيا كتطحن مزيان. دابا غنخلط هاد الخليط ناشف، عاد غنطحن اللوز وجوجلان، نطحن اللوز وجوجلان مزيان كيتعلق. دابا غنطحن هاد الجوجلان، هو الاول غنطحن اللوز. دابا غندير هاد اللوز اللي طحنت، غنزيد عليه هاد الجوجلان حتى هو اللي طحنت، نخلطو مزيان خليط. نزيدو عليه هاد الجوجلان خليتو صحيح. دابا غندير هاد العسل، غنزيد هاد اللوز غير خليته شويه صحيح، البريطه ديالو صحاح، حمرتو غير في الفران.
عاد غنزيد عليه الزبدة أو الطريفات ديالو كبار. فهمتي دابا غنديرو هاد الزبدة لي ذوبت، غنصفي داك الماء من تحت نخليه نخلطها. وصفة اللي وجدت معكم بالصحة والراحة، قبل شجعني الله يعطيه خسر في الجنة يا رب تكون هاد الدعوة مقبولة.